أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة مالمير. سوري، بهزر. يلا نبدأ الحلقة بجد. عمرك قبل كده دخلت محطة بنزينة وحسيت بالرعب فيها وحاجات غريبة بتحصل؟ ده اللي حصل النهاردة مع بطل قصتنا أمير. كانت الليلة باردة وما فيهاش قمر، وأنا سايق على طريق صحراوي فاضي. صوت العربية كان هو الصوت الوحيد اللي بيقطع الصمت. عداد البنزين كان قرب يفضى، وأنا بقول الحمد لله لما لمحت لمبة نيون بتنور وتطفي في المسافة. كانت مكتوب عليها بحروف باهتة: بنزينة سام. البنزينة كانت شكلها قديم ومتهالكة، طلمبات البنزين مصدية، واليافطة اللي كانت فوق بتترنح مع الهوا. ركنت العربية جنب الطلمبة الوحيدة اللي شغالة. المكان كان شكله مهجور، بس أنا كنت محتاج بنزين. نزلت من العربية والهوا البارد عمال يلسعني، ومسكت الطلمبة. الطلمبة كانت قديمة جدا، بمقبض يدوي وشاشة مكسورة. بصيت حواليا، كنت بدور على حد يساعدني. المحل بتاع البنزينة كان ضلمة، والشبابيك متغطية بالتراب وشبكة العنكبوت. كان في نور خفيف بيطلع من شق في الباب، وقررت أدخل وأشوف. الباب صرصر وأنا بفتحه، وريحة التراب والعفن خبطت في وشي. الرفوف كانت فاضية إلا من شوية علب أكل منتهية الصلاحية ومجلات باهتة. في آخر المحل لمبة واحدة بتترعش وبتنور وتطفي، وظل شخص قاعد ورا الكاشير لابس طاقية واسعة مغطية وشه. مساء الخير، قلت بصوت متردد. محتاج بنزين. الراجل مردش ولا اتحرك. قربت خطوة وقلت له: حضرتك سامعني؟ رفع راسه فجأة وطلع عينين فاضية بتخرقني بنظرة. أملى الطلمبة بنفسك. حسيت بالرعب الشديد. ماشي، بس حاسب ازاي؟ مردش، بس أشار بإيده الهزيلة على كاشير قديم عليه تراب. بصيت عليه، لقيت يافطة باهتة: ادفع هنا. هزيت راسي ورجعت بره، عايز أخلص بسرعة واطلع بره من المكان ده. وأنا بملى البنزين حاسس بالخوف بيزيد جوايا. الهوا عليا، وصوت وسط الأشجار اللي حوالين البنزينة. الظلال بتترقص في الأطراف المظلمة. حاولت أطمن نفسي وأقول ده كله تخيلات. الطلمبة عملت صوت إنها خلصت. رجعت الطلمبة مكانها ودخلت عشان أحاسب. الراجل العجوز لسه قاعد، عينه مش بتتحرك. كام الحساب؟ سألت وأنا بطلع محفظتي. 10 جنيه، رد بصوت بالكاد مسموع. أديته 10 جنيه. أخدهم بإيده العظمية. لمست أصابعه وجت لي أشعريرة أبرد من الهواء. اتحركت بسرعة عشان أخرج. وأنا بوصل للباب سمعت وشوشة بالكاد مسموعة: احذر الليل. لفيت بسرعة، لقيت الكرسي فاضي. اللمبة بتترنح كأن في حد اتحرك بسرعة. الخوف جرى في عروقي، وطلعت جاري على العربية. سوقت بسرعة بعيد عن البنزينة، وببص في المراية. نور البنزينة اختفى في الضلمة، وحسيت برعب شديد. كملت السواقة طول الليل. صوت الراجل العجوز لسه بيرن في ودني. وأول ما شمس الفجر طلعت بدأت أحس بالراحة. كنت فاكر إني هربت، بس وأنا ببص على عداد البنزين قلبي واقف. الإبرة كانت لسه على الفاضي زي ما كانت قبل ما أقف عند بنزينة سام. يا ترى إزاي حاجة زي كده ممكن تحصل؟ وآخر حاجة كنت بفكر فيها هي إني أرجع للبنزينة دي تاني. فقررت أكلم واحد صاحبي يطلعني من المكان ده. وفعلا صاحبي جه وخدني معاه لبيتي، وحكيت له كل اللي حصل، وهو ما كنش مصدق إن ممكن حاجة زي كده تحصل، وكان مصدوم. في النهاية ادخل اتفرج على التيك توك اللي نزله أمير لما رجع البيت أخيراً بعد اللي حصل له النهاردة. ولو عجبتك القصة متنساش تحط لايك للفيديو وتكتب كومنت وتبعت الفيديو لصاحبك وخليه يترعب، واعمل اشتراك للقناة لو كنت لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام من غير باي.